بقى مقرمشة جدا. مكرونة عادية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب جميعا ان شاء الله تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. سمعتكم كده في بداية الفيديو، كنت فاتحه لكم الصوت عشان اسمعكم صوت القرمشة وقد ايه البانيه بتاعنا كده كان طالع مقرمش وجميل. هنا انا عملت النهارده على الفطار بانيه ومكرونه وبطاطس محمره. طبعا يعني من الحاجات السهله جدا، وبس انا حبيت ان انا اشارك معاكم الفيديو. البانيه يا جماعه انا ما بقتش بشتريه من بره خالص، يعني ما بقتش اروح اشتري كده اقول له انا عايزه كيلو بانيه او نص كيلو بانيه. انا بقيت اجيب الفراخ، مثلا اجيب لي 3 فرخات، فرختين كبار، واخلي صاحب المحل يا يخلي لي لو انا مش فاضيه، يا اما انا بخليهم في البيت. يعني انا كمان بعرف اخليهم في البيت وخليتهم معاكم قبل كده. ولو انا فاضيه، لو انا مش فاضيه بخليه هو يخليهم لي بصراحه. فالنهارده كده عملنا بانيه، وده كان البانيه اللي انا قلت لكم ان انا خليته من الفراخ اللي كنت عامله عليها القلقاس والبسله. فالنهارده كده هنعمل بانيه مكرونه بطاطس محمره، اكل سريع للبنوتات اللي بيحبوا الاكلات السريعه. يلا بينا نشوف مع بعض طريقه التحضير. انا هنا جبت البانيه، طبعا نضفته كويس جدا، غسلته نقعته في ملح وليمون، وبعد كده غسلته غسلتين حلوين. بعد كده صفيته. اهم حاجه علشان تعملي تتبيله تصفي اللحوم بتاعتك او تصفي الفراخ او قطع البانيه. ليه؟ علشان ما يبقاش فيها زفاره. تمام كده. نزلت ببصلايه مبشوره، ولو ما عندكيش صلصه طماطم هتبشري طماطميه. انا كنت عندي طماطم هسبكها ومسبكاها وهدخلها الفريزر بعد ما تبرد، ضربها بالهاند بلندر ومصفياها، وهحطها اعبيها في اكياس واشيلها في الفريزر. خدت منها 3 معالق من الصلصه كده، وحطيت عليها ملح وفلفل اسود مكعب مرق وكيسين من الكاتشب. تمام. دي تتبيله اقتصاديه جدا، وتتبيله العاديه اللي ما فيهاش اي افتكاسات، بس بتديكي طعم حلو قوي للبانيه. يبقى بصلايه مبشوره او طماطميه كبيره مبشوره او طماطميتين متوسطين، كيسين من الكاتشب او معلقه من الكاتشب، ملح فلفل اسود مكعب مرق. عندك صلصه طماطم زي ما انا كان عندي كده، وانت عاملاها في البيت مثلا، او معلقه صلصه من الجاهزه، هتضيفي صلصه. تمام، اللي يريحك يعني، المتاح يا ست الكل، ما توقفيش. هنا بقى بعد ايه يعني دخلتهم التلاجة، وقبلها كده قبل الاذان بساعة طلعت بقى، فردت كيسين كده. ده بقى بيسهل عليا الدنيا. بعد ما بخلص الكركبة دي كلها بلم الكياس وامسح الرخامة كأني ما عملتش اي حاجة. بدل بقى ما اطباق طبق بيض وطبق دقيق وطبق كرانشي، اللي هو الكرانشي ده، لا كده ننجز. فانا كبيت بقى هنا شوية بتاع حوالي كده حبة من الدقيق، وشوية كمان من الكريسبي. الكريسبي ده بيتباع في فتح الله بيت الجملة، او بيتباع في اي محل في ركن للعطارة موجود عندهم، بيتباع منه كيلو على ما اظن ب44 جنيه، عشان انا جايبة الربع كيلو ب11 جنيه. تمام كده. بروح بقى على الدقيق، وبعد كده اروح على البيض اللي هو خفقاه كده مع ملح وفلفل اسود، ممكن تحطي شوية لبن لو عندك. وبعد كده بروح على الكرانش ده. بصوا بقى الكرانش ده انا محبتش ان انا اشيل الحته دي، ده ذره، شايفين؟ انا لقيت فيه ذره، يعني ده ذره، وبيكون هما طحنينه فبيدي مقرمشات حلوه كده لقطعه البانيه. وده من مميزاته ان هو لما بينزل النار ما بياخدش لون على طول، بياخد لون كده يعني بعد ما بتخلي حته البانيه من جوه تستوي. خاصة ان انا المرة دي البانيه مش انا اللي مقطعه على ايدي، انا صاحب المحل هو اللي مقطعه له، كان مقطعه لي تخين. فعشان قطعة البانيه تبقى مستوية من جوه لانها مدملكة زي ما انتوا شايفين، فالانسب حاجة ان انت تجيبي الكرانش ده، لانه بيخلي قطعة البانيه مستوية وجميلة كده من جوه. تمام. غير بقى القرمشة بقى والجمال والحلاوة. اللي بخلصه بقى بحطه كده على البلانشة، وبعد كده بقى طلعت قطعة كمان هتبلها كده، هقفرها في الدقيق. بصوا انا علشان هو تخين بضغطه ازاي بايدي، بصوا هتلاحظوا ان انا بضغط عليه بايدي لانه كان مقلوظ قوي، يعني هو كان مقطعهولي تخين. تمام. فانا بضغط عليه بايدي علشان افرده شويه، وبعفره كده في الدقيق، وبعد كده بروح على البيض، وبعد كده بروح على الكرانش. الكميه بتاعت الكرانش ما كفتنيش كلها، او المقرمشات ما كفتنيش كلها. عملت كده زي كيلو الا ربع من البانيه، انا كنت معايا كيلو، والربع كيلو عملته بقى بايه؟ بالبقسماط والفيجيتار. ايه هو الفيجيتار؟ الفيجيتار ده عباره عن بقسماط برضو، بس واخد توابل. تمام. وبخلطه. انا بجيب بقى ربع كيلو بقسماط على ربع كيلو فيجيتار، وبخلطهم على بعض كده في علبة واحدة، واشيلهم عندي في التلاجة لما بعوز بطلع منهم. وريتكم قبل كده في كذا فيديو انا بقى يعني بشتغل بيهم.
هنا بقى بصوا بتبله بقى كده، وبحط بقى طبقة الكرانشي دي، وكان بجد تحفة يا جماعة، وعايزة اقول لكم انه كان مقرمش جدا جدا، يمكن سمعته في البداية. هرصهم بقى كلهم ونروح على البوتاجاز. اول ما الزيت بتاعي يسخن كده انزل بالقطع بتاعتي من البانيه. وعايزه اقولك بقى هنا لما بيتشمع على الناحيتين وتحسي ان هو مسك نفسه كده، ابتدي بقى ان انت وطي النار شويه علشان من قلبه ومن جوه يبقى مستوي. ما يبقاش من جوه ني وما يبقاش من جوه مش حلو. تمام. وبعد كده بقى ايه هنعمل جنبه مكرونه بقى. هنعمل ايه؟ هنحمر بصلايه كده كبيره، بصلايه بشرها بالمبشره علشان انا عندي عدو هنا للبصل، ابني الكبير. لو البصل ظهر له في الاكل ما بياكلش، وبيضايقني بصراحه لما ما بيرضاش ياكل. نزلت كده ببرطمان من صلصه كنزي، وصلصه كنزي دي من الصلصات الحلوه قوي، طعمها انا بحبه لانها بتبقى تحسي انها طماطم طبيعيه. لو ما عنديش كمان طماطم انا ضربها في الخلاط بعملها هي بس، بتطلع كانك عاملاها بطماطم طبيعيه. انا نزلت بالبرطمان كله عشان عايزه اخد الكميه دي ادخلها التلاجة. اما عاوزه اشتغل منها، لكن يعني مش كل الكميه دي هعمل بيها المكرونه. نزلت بمكعبين من المرق، وهخلي الطماطم بتاعتي او الصلصه دي تطلع الماده الحافظه اللي فيها. وانا كنت ضاربه حوالي كيلو من الطماطم، يعني كنت مسبكاها الاول على البوتاجاز، ضربها بالهاند بلندر ومصفياها. هنزل بيها اهي بصوا، دي انا كنت مسبكاها على البوتاجاز، ضربها بالهاند بلندر ومصفياها. وبعد كده هحطها عليها، وزودت شويه ميه كده، وبنفس البرطمان اللي كنت واخده بيه اللي واخده منه الصلصه هنزل بيه ملو ميه. تمام كده. ايه بقى التوابل اللي هحطها؟ فلفل اسود، شويه بابريكا، شويه شطه، والملح بتاعي. وزي ما قلت لكم كميه الصلصه دي انا مش هاخدها كلها على المكرونه، انا عامله كيلو واحد من المكرونه. شويه ده الكتير ده اللي نزل ده بابريكا. بابريكا دي طبعا فلفل حلو فمش حاميه ولا حاجه. وحطيت شويه شطه، شفتوا صغيرين ازاي. وحطيت الملح، ظبطت الملح بتاعي. وبصي بقى الصلصه دي بتطلع حلوه قوي قوي قوي. محطش فيها توم. صلصه المكرونه ما بحطش فيها توم، صلصه الكشري بس اللي بحط فيها توم. وده كان اكلنا كده النهارده. طبعا بقى يعني اعملي شويه سلطه. انا صراحه يعني ما عملتش سلطات ولا حاجه، انا كنت مكسله. فكل اللي انا عملته بس كده ان انا حطيت لهم شويه مخلل جنب الاكل بس. يعني كمان واحد لو كان كمان يقدر يكسل عن المخلل كان كسل يعني. لكن ما تكسلوش، اعملوا بقى جنبها كده شويه توميه، شويه حاجه. لكن انا بصراحه كنت تعبانه ومرهقه. فالنهارده بقى كده ده كان اكلنا، وكان اكله كده بسيطه، وحبيت ان انا اشاركها معاكم. يا رب الفيديو ان شاء الله يعجبكم، وما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب للقناه. ولو اول مره تشوفيني فعلي زر الجرس علشان يوصلك اي حاجه جديده انا بنزلها. بشكركم جدا جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانتم طيبين، وربنا يعيد عليكم الايام على خير يا رب ان شاء الله، وما ينقص منكم حد ابدا ابدا يا رب العالمين.